يلا بينا بسم الله. ما زلنا في الدرس اللي بيتكلم على انواع القوى. كنا اخذنا في اول درس القوى الكهربيه وتحديدا القوى الكهروستاتيكيه. في الدرس الثاني خدنا القوى المغناطيسيه، والنهارده بقى بناخده بقى قوه مشهوره جدا وهي قوه الجاذبيه. معروفه الجاذبيه الارضيه يعني غنيه عن التعريف. ولكن في بدايه الدرس بيقسم لك انواع القوى. وفي ناس تقول لك طب مش كان المفروض يجيب انواع القوى ده في الدرس الاولاني على اساس يجيب لك انواع القوى وبعد كده يخش لك بقى على الكهربيه والمغناطيسيه والجاذبيه. اهو اللي حصل مش هيفرق الترتيب كتير. فعايزين نتكلم قبل ما نخش على الجاذبيه في انواع القوى. العلماء قال لك ان انواع القوى بتنقسم لنوعين علينا السنه دي، وهما قوى المجال وقوى التلامس. قوى المجال وقوى وطالما قسمهم لنوعين يبقى في بينهم اختلافات. قوى المجال واضح من اسمها ان بيبقى في مجال حواليها، والمجال ده بيأثر على الجسم عن بعد من بعيد شويه، زي ما اخذنا في درس المغناطيس او القوه المغناطيسيه لما قلنا ان المغناطيس بيبقى حواليه مجال منطقه غير مرئيه بتجذب الاجسام ناحيتها قبل ما توصل لها. بيبقى في مجال حوالين المغناطيس بيبقى حاجات بسيطه كده كام سنتي، بتفضل حاطط دبوس هنا ما ينجذبش، تقرب ما ينجذبش، لكن اول ما يوصل لمسافه معينه ينجذب، مع انه لسه ما حصلش تلامس، لان المجال ده بيبقى منطقه محيطه بالمغناطيس وبيظهر فيها تاثير قوته المغناطيسيه. فقبل ما بنقرب المسمار قبل ما يوصل للمغناطيس بيبقى انجذب. فده اسمه قوه الايه؟ المجال. حتى الكهرباء قلنا ان الكهرباء بيبقى حواليها مجال سنتي او اكتر حاجه بسيطه حوالين العمود الكهرباء مثلا. عشان كده ماما في الشتاء تقول لك ما تقربش من العمود، مش ما تلمس العمود، ما تقربش اصلا منه، لان ممكن لو قربت منه في خلال سنتي او سنتي ونص بيشدك ناحيته لا قدر الله فيحصل مشكله. لان طبعا لو شدك ناحيته العمود هيتكهرب. العمود مين ده العمود اللي هيتكهرب يعني؟ واحنا خايفين على العمود، فما تقربش من العمود عشان ما يتكهربش، وخساره برضو العمود يعني. احنا اللي عارفين مين ده يا ابني العمود اللي هيتكهرب؟ دي اسمها قوى المجال، وتعريفها سهل. بيقول لك قوة بتؤثر على الأجسام الموجودة في مجالها على بعد دون يعني مش لازم المسمار يلمس المغناطيس عشان ينجذب ليه، ممكن على مسافة صغيرة خالص ينجذب، ده اسمه المجال المغناطيسي. أو ممكن برضو الجسم ينجذب للجسم المشحون، مش لازم لما يلمسه على مسافة قليلة خالص، برضو دي اسمها مجال. عشان كده عندنا ليهم 3 أمثلة: القوى الكهروستاتيكية والقوى المغناطيسية، والمثال بقى عنوان الدرس اللي هي القوى الايه؟ الجاذبية. ودي بقى المجال بتاعها كبير جدا. يعني مثلا العلماء وتحديدا العالم اسحاق نيوتن قال ان الارض عامله كانها مغناطيس كبير بتجذب الاجسام نحو الاسفل، او تحديدا نحو مركز الارض اللي هو كانه عامل زي المغناطيس الكبير. فاي جسم هترميه لفوق هينزل لتحت، اي جسم هترميه لفوق هينزل لتحت، ايا كان مكانه فين، طول ما هو جوه كوكب الارض. طول ما هو جوه كوكب الايه؟ لانه لو خرج بره كوكب الارض ما يبقاش فيه بقى جاذبيه، فايه هيبقى بمبدا واطير ورفرف في الفضاء طيرا، فمش هيبقى فيه ده على اساس يعني ان في سفن فضاء وان في رواد فضاء وان هم طلعوا للفضاء والسفن بتطير وكده. يعني احنا ايه؟ مش سامع حاجه. لا الطياره جوه كوكب الارض ما بتنزلش ليه بقى؟ عشان فيها محركات قويه وان الدراعات بتاعتها بتبقى مفرغه من جوه بتبقى خفيفه، لكن لو المحرك بتاع الطياره باظ ولا وقف الجاذبيه هتعلي صوتك ولا لا؟ عشان انا مش سامع حاجه منك. ماله الهيليوم يرفع مين لفوق؟ اديك قلت البلالين ولازم تملاها بكميه كبيره. في حاجه تانية ان هي بتعادل قوه الجاذبيه فتطير لفوق، بس مجرد ما الهيليوم يفضى من البالونات هينزل. لما استاذ فريد زين كان بيقول له ايه؟ في يوم ونص يا رامز الهيليوم هيفضى من البالونات وساعتها مش هنعرف نحرك البيت. خلاص
ما هي شغاله من حيث ان المحرك ده بيديها طاقه انها تمشي كده، مع سرعتها بقى بتفضل ماشيه كده اهو، تندفع بمبدا الاندفاع. طيب، ف دي اسمها قوى المجال. وطبعا هنتكلم بقى النهارده والحصص اللي جايه عن قوى الجاذبيه اللي فيها حاجات بقى جميله، وخصوصا ان احنا عندنا منها جوه كوكب الارض اللي هي القوى الجاذبيه الارضيه، ولكن دي اكبر مجال فيهم، ان مجالها بيمتد بالالاف الكيلومترات فوق الارض. اي حته في كوكب الارض اللي هينط من فوق سجاده هيتشد لتحت، فوق كرسي هتقع لتحت، من فوق الدولاب هيقع لتحت، فوق برج، من فوق جبل، من طياره هينزل برضه لتحت بالجاذبيه. ولو معاه بقى باراشوت ينزل في بوشينكي محمد عبد الحميد. طيب، بينما قوى التلامس، قوى التلامس دي قوة تؤثر على الأجسام عند تلامسها ببعضها البعض وليس لها مجال. هنا بقى هتأثر على الأجسام عند إيه؟ تلامسها، إن الجسم أو الجسمين هيلمسوا بعض، لازم يلمسوا بعض، ودي ملهاش مجال. زي إيه؟ قوة التصادم. لو دلوقتي عربية ماشية وعربية تانية وراها، العربية الأولانية فرملت فالتانية فرملت بس ما خبطوش في بعض، هينزلوا يتعاركوا؟ لا، هم ما خبطوش. لكن امتى بقى ينزلوا يتعاركوا؟ لو خبطوا في بعض، تصادموا في بعض، حتى لو التصادم خفيف. يعني حتى لو خبطه بسيطه هتلاقي ده ينزل يبص كده على العربيه وده يبص على العربيه، جت سليمه الحمد لله اتفضل وخلاص خلص الموضوع. ولو لا قدر الله التصادم جامد قوي، يعني العربيه اتاذت، بينزلوا بقى الاثنين ويشوفوا مين فيهم اللي غلطان ومين فيهم اللي هيصلح ومين. اما الباشا اللي قاعد يستظرف، مفيش هزار في الموت، عشان لو حصلت حادثه وناس ماتت وانت متوقع نستظرف ونقول لك خلاص. يبقى قوه التصادم زي اي حاجتين يخبطوا ببعض، لازم عشان تعتبر قوه تصادم لازم يكونوا خبطوا ببعض. لكن طالما ما حصلش تلامس، فين الطاقه؟ فين القوه؟ او زي قوه الاحتكاك، يبقى معروف ان انت لما بتعمل احتكاك في ايدك مع بعض عشان المستر هيضربك عشان الجو ساعه هينتج حراره. خلاص. طب افرض انا عملت الايدين الاثنين كده، فضلت نعمل كده سنتين قدام ولا حاجه هتحصل، كده ايدي بعيد عن بعض ولا يحصل حاجه. ليه؟ مفيش تلامس. ايدك هتوجعك وهتبقى عامل زي الانسان الآلي، مرحبا بكم في كوكب الارض، جئتوا في سلام وستموتون جميعا. خلاص. فكده ما حصلش احتكاك، خلاص تبقى عامل زي السنين، هم هبوا بقى خلاص، فتبقى عامل ايه؟ تعمل كده حلو بالرزق. ولكن علشان نسميها قوه احتكاك، طب ما تيجي كده بدل ما هي نايمه على كتفك والمنظر مش. فعشان يحصل قوه احتكاك لازم يبقى فيه تلامس، لازم الجسمين يكونوا لامسوا بعض، ساعتها نقول ان حصل احتكاك. وزي قوه المرونه، اي حاجه بتيجي تتنيها لازم تلمسها بايدك وتحاول تتنيها، سواء بعت التاني معاك بسرعه او لا، بس لازم تبقى حاجه مرنه، قطعه مطاط ولا حاجه. او في الناس اللي بتروح الجيم سواء يعملوا لياقه بدنيه، بيبقى فيه حته حديده كده ليها ايدين وملولوه من النص، وانت بتحاول ايه؟ تتنيها، تروح مفروده تاني تتنيها. او بيبقى في حاجات بتعملوها كده، الولاد بيعملوها كده بايدهم، تقفل وتفتح. او في كور شبه السلايم كده بيوصفوها للناس اللي عندها توتر عصبي، اللي هو بيتنرفز، فبدل ما يطلع غل يقول لك امسكها كده واعمل فيها طلع غلك فيه. خلاص، شبه السلايم كده علشان تطلع غلك فيها، بدل ما تطلع غلك في حد ولا حاجه وتاذيه، لا، غل فشك فيها. ايه؟ ايوه هي دي. فبتغل فشك فيها فتحس ان انت ايه؟ بقيت سيريلاكس خالص ومفيش اي مشكله. بتاع الاطفال يلا، ده مش ده تبقى بيقول لك خلاص، فتبقى ريلاكس. فتبقى مش سيريلاك يعني، فتبقى ريلاكس وتركب التاكسي. طيب، يبقى قوه التلامس زي قوه التصادم او قوه الاحتكاك او القوه المرونه. طبعا في الامتحان ممكن يسالني على الامثله. يبقى قوه المجال عندك القوه الكهروستاتيكيه، القوه المغناطيسيه والقوه الجاذبيه. بينما قوه التلامس عندك التصادم
عندك الاحتكاك وعندك المرونه. الفرق بينهم ان قوى المجال لازم يبقى ليها مجال، فبالتالي بتؤثر عن بعد معين، بينما قوى التلامس ليس لها مجال ولازم الجسمين يحصل بينهم تلامس، لازم الجسمين يلامسوا بعض. طيب ساعات ما بتجيش عرف او امثله، ساعات بيجي لك في شكل علم، يقول لك ليه الجاذبيه، ليه الكهربيه، ليه المغناطيسيه قوى مجال بينما الاحتكاك قوى تلامس. هتقول اصل الجاذبيه والمغناطيسيه والكهربيه تؤثر على الاجسام عن بعد دون حدوث تلامس، بينما قوى الاحتكاك لابد من حدوث تلامس، لازم يحصل تلامس. فالجاذبيه والكهربيه والمغناطيسيه مش لازم يحصل تلامس لانها بتتم عن بعد، بينما قوى الاحتكاك لازم يحدث ايه؟ لابد من حدوث تلامس. طيب وابتدى يكلمك طبعا عن العالم اسحاق نيوتن، لانه لو اتكلمنا عن الجاذبيه يبقى لازم نتكلم على نيوتن طبعا، والتفاحه ولما وقعت وكده. طبعا نيوتن خد شهره اوفر شويه، هو اللي عمله حاجه مهمه والقوانين اللي عملها برضو حاجه مهمه، ولكن وقتها كان الهدف ان هم عايزين يداروا على انجازات العرب، لان هم باعترافاتهم وفي كتبهم بيقولوا ان العلماء العرب ابن سينا وجابر بن حيان والحسن بن الهيثم والخوارزمي والناس دي كان ليهم الفضل في تاسيس معظم العلوم اللي موجوده كلها، ولكن واخرهم طبعا الدكتور احمد زويل الله يرحمه. وان هم كانوا متغاظين من الحته دي، ازاي العرب اللي هم شايفينهم متخلفين وبدائيين، حتى في افلامهم بيطلعونا ما زلنا حتى الان راكبين جمال ولابسين اللبس القديم وبنرعى الاغنام، بيطلعونا بمنظر مش حلو في افلامهم حتى الان، ان هم ازاي يتفوقوا علينا. فكانت بقى الحملات ان هم يحاولوا يحتلوا زي ما حصل كده الاحتلال الانجليزي والحمله الفرنسيه والمغول والتتار والناس دي كلها خلاص، وان هم حتى لو الاحتلال خلص وخرجوا من الدول ديت يحاولوا يأثروا عليها فكريا، ان هو يحاول يخليك ما عندكش هدف. يعني لو سألنا شوية شباب قاعدين انت ايه هدفك في الحياة؟ اقول لك هدف؟ مفيش هدف، انا عايش كده وخلاص. ايه ده؟ يعني انت مالكش اهداف صغيرة وهدف كبير وهدف نهائي؟ اقول لك لا والله مفيش، ده غير اهداف الاهلي وغزل المحله. تقول له يا ابني اهداف ايه؟ خلاص لهوا الناس بكده، سواء بالكوره او بالتكنولوجيا، فمبقاش حد عنده هدف. يعني تيجي تسال كتير من الطلبه نفسك تطلع لما تكبر؟ يقول لك والله عادي اي حاجه. قول لي اي حاجه، انت لازم يكون عندك هدف، انت حابب ايه؟ خلاص انت نفسك تطلع ايه؟ وخصوصا ان هو دلوقتي كتير يمكن من الشباب حتى اللي ما بيعرفش يلعب كوره يقول لك يا لو طلعت لعيب كوره وناخد زي فلان 40 مليون جنيه وزي علان 100 مليون جنيه وعباره عن ايه لعيب كوره؟ وتاخد ملايين، او تبقى ممثل وتاخد ملايين، او تبقى مغني وتاخد ملايين. طيب جميل، الناس دي لو اتوقف اللي هم بيعملوه بكره الصبح العالم لن يتاثر. لو الكوره اتمنعت، المسلسلات اتمنعت، الاغاني اتمنعت، الكون لن يتاثر. يعني ايه؟ لا الناس هتموت من الجوع ولا الناس هتموت من الامراض ولا اي حاجه. بينما لو عمال النظافه الناس البسيطه المحترمه دي خدوا اسبوع اجازه، فعلى مستوى العالم كله الامراض هتنتشر والشوارع هتبقى مش نظيفه والحكايه هتبوظ. تخيل ليه؟ لان العامل البسيط ده دوره مهم جدا، زيه زي الدكتور لو ما اداش وظيفته الامراض هتزيد والناس هتموت، وعامل النظافه ده لو ما اداش وظيفته الامراض هتزيد والناس ممكن تموت. دي الشغلانه المؤثره حتى لو بسيطه. بينما اللي هم بيحاولوا يصدروا لينا الاغاني والافلام والمسلسلات ولاعيبه الكوره وكده، ماشي دي حاجه ترفيهيه، لو وقفت في اي لحظه مش بالعكس التعصب بقى والشتيمه الاهلي جماهير الاهلي بترازي في الزمالك والزمالك هتختفي الحاجات دي. لدرجه ان هم برضو كانوا عملوا زي استطلاع راي كده عند الشباب الصغير، نفسك تطلع ايه؟ فلقوا ان في حاجه جديده ظهرت، انا عايز ابقى يوتيوبر، عايز يبقى عندي قناه على اليوتيوب، يطلع بقى ياكل ويقعد يحكي للناس على طعم الاكل
يقعد يرقص يتنطط يتكلم في الكوره يتكلم. طب ماشي، بس لو جيت دورت تاثيرك في المجتمع ايه في معظم الحاجات دي، كتير من القنوات دي هايفه. فيها قنوات مفيده وفي يوتيوبرز بيقدموا محتوى مهم سواء بيعمل كورسات او بيكلمك في حاجه مهمه، بس الغالبيه هبل وهيافه. والحمد لله ان الدوله ابتدت تتصدى لكتير منهم ويقبضوا عليهم ويحققوا معاهم، لان انت بتعمل محتوى هايف بيشغل الناس، بس خلى ان الشباب نفسه يبقى زيهم ويبقى مشهور ويلم ويبقى معاه الوفات كل شهر ويبقى معاه عربيه زي فلان ويبقى معاه فيلا زي علانه ويبقى مع. ليه؟ ما هو الجيل ده لقى الناس دي اللي معاها فلوس، لقى الناس دي معاها عربي بيركبوا عربيات احسن من اللي بيركبوها الدكاتره والمهندسين والمحاميين والمدرسين. يقول لك انا عايز من دي. يلاقي لعيبه الكوره عنده بدل العربيه 2 و3 وعنده بدل الفيلا 2 و3 ومعاه ايفون ومعاه يقول لك انا عايز نبقى زي ده، لان هو بيشوف الدكاتره حتى لو معاهم مش نفس الامكانيات دي. خلاص، واحنا اللي بنساعدهم ان انت ماشي وراه اللي بتخليه يكسب المبالغ دي كلها. فهو ده كان هدف الغرب، يخليك بلا هدف بلا هويه. كل طموحاتك، كتير من الناس او في سنكم يقول لك يا لو معايا موبايل ده حلم حياته ويحلم ويبقى معايا وننزل اللعبه اللي انا بنحبها. جميل، بس ده يبقى في الدراسه ملغي وتركيزك في الحاجات دي في الاجازه، لكن في الدراسه والموبايلات معاكم وقاعدين تلعبوا عليها، طب ما ده بيضيع تركيزك وبيشتت ذهنك. خلاص، لما الدكتور احمد زويل الله يرحمه لما جه يتكلم عن جائزه نوبل وقال ان من الحاجات اللي ضايقته في مصر وقتها كميه الموبايلات اللي مع الاطفال، بس بقى وقتها كان كليه وثانويه عامه، ما كانش لسه زي دلوقتي بقى اللي في ابتدائي معاه موبايل واللي في اعدادي معاه موبايل. وقال ان في المعمل اللي كان شغال فيه هم كانوا 200 عالم، ما فيش غير 3 4 اللي معاهم موبايلات والباقي معهمش، مع ان معاهم فلوس يشتروا بدل الموبايل 10. بس هم شايفين ان ده ايه؟ هيشتتهم هيشغلهم. حتى ال3 اللي معاهم موبايلات حاطينهم في درج واقفين عليه وهو مروح ياخده معاه. ليه؟ تركيز. انا رايح الشغل بنخترع حاجه بنكتشف حاجه بنجرب حاجه، ما ينفعش حاجه تشغلني، ما ينفعش حاجه تلهيني. فبقى هم مركزين وبيطلع من عندهم لعيبه كوره وفنانين بس جنبهم علماء ومفكرين. احنا للاسف بقينا معظم المشهورين عندنا خلاص لعيبه كوره مغنيين ممثلين يوتيوبرز، ومن بعد الدكتور احمد زويل الله يرحمه بنتنشأوا في عالم نتفشخروا بيه قدام الكوكب كله. يا عالم امتى بقى يظهر لنا حد نقولوا عندنا عالم في اي مجال من المجالات؟ فده اللي بيحاولوا يعملوه من زمان، ان هو يخليك بلا هدف بلا هويه، تفكيرك كله يبقى ناكل ونشرب ونلعب وننام. وهم مع انهم برضه اتاذوا من الحاجات دي وكتير من الافراد عندهم، بس لسه ما زال عندهم ناس مركزه، ما زال عندهم ناس بتحاول تخترع وبتكتشف. ما احنا بنغيروا المناهج على امل يطلع منكم حد يبقى عالم ولا واحده تبقى عالمه كده. يا عالم ليه لا؟ على رايك. طيب، فعمل ايه نيوتن؟ اكتشف ان كل الاجسام الماديه في الكون بتجذب بعضها البعض، سواء بقى مثلا بيبقى جاذبيه بين الارض والقمر، بين الارض والشمس، بين الشمس والكواكب عطارد الزهره الارض المشتري زحل اورانوس نبتون وهكذا. وتقديرا لاسهاماته اطلق اسمه على وحده قياس القوه، فتقاس القوه بوحده اسحاق نيوتن. تقاس القوه بوحده النيوتن. يا ريتها ما شغاله دماغها. هو اسمه اسحاق نيوتن، وعلى فكره اسحاق ساعات كتب من غير الف. هقول لك ايه اسمه اسحاق نيوتن؟ نصحقه ليه وعامل حاجه؟ لا، اسحاق نيوتن. اسحاق نيوتن، وهي اصلا بتتنطق بره ايزاك. اسحاق دي بنطقها ايزاك مش اسحاق اصلا. نعم يا عبد. طيب، عندنا بقى 3 تعريفات تشبه التعريفات اللي كنا بناخدوها في درس القوى الكهربيه او حتى القوى المغناطيسيه. فعندنا تعريف قوى الجاذبيه الارضيه، وطبعا هي القوة اللي بتجذب جميع الاجسام لاسفل باتجاه مركز الارض. طبعا بما ان العلماء ماشيين يقولوا لنا ان الارض كرويه، وبعض الناس سواء علماء او ناس ثانيه تقول لك الارض مسطحه، ايا كان الارض بقى كرويه مسطحه مربعه مثلثه مش هتفرق كتير. فهو بيقول لك
زي نيوتن ما قال ان الارض اهي، في بقى مركز الارض اللي شغال كانه مغناطيس ايه؟ كبير بيشد جميع الاجسام نحو الاسفل. مع ان كلمه الاسفل دي هتبقى غير دقيقه، لان شوف الاسهم دي اتجاهها لايه؟ لاعلى. عشان كده رحنا قايلين باتجاه مين؟ مركز الارض. اي جسم بيتحرك ناحيه مركز الايه؟ الارض، فجميع الاتجاهات ناحيه مركز الارض. فاي حد في كوكب الارض هيطلع في مكان عادي ويرمي حاجه هتقع باتجاه مركز الارض. طلع في طياره ونط بباراشوت هينزل باتجاه مركز الارض، لان على كلامهم ان في قوه جاذبيه موجوده في مركز الارض من جوه. وعلى فكره يقال ان السبب العلمي في تجمع قوى الجاذبيه في مركز الارض ان في مركز الارض في عنصرين مغناطيسيين وهما الحديد والنيكل. فعلا مركز الارض غني بالحديد والنيكل، لان على كلامهم ان هم وصلوا لمركز الارض وخدوا منه عينات، معرفش ازاي الكلام ده بقى بجد ولا بيشتغلونا، وان في حديد ونيكل. طب وصلتوا لغايه ازاي؟ حفرتوا لغايه ازاي؟ ودرجه الحراره عاليه ازاي؟ بس هو قال لك لا، في حديد ونيكل تحت. واحنا عند يا عالم، بس يعني ما فيش حد صور، ما فيش حد عمل، خلاص. فاحنا ماشيين وراهم وخلاص. هل بقى الكلام ده بجد؟ هل الكلام ده حقيقي؟ ما خدتوش بالكم انا بقول بجد ولا حقيقي؟ الله اعلم. ايوه انت ايه اللي محسسك ان هو فين دي؟ فين منها؟ كنا رحنا الشمس بقى طالما عندنا بدل مانعه للحراره، كنا نزلنا بيها وسط البركان وخدنا عينات طالما في بدل مانعه للحراره. تسمع افلام اجنبي يا بني ادم؟ طيب، يبقى قوة الجاذبية الأرضية القوة اللي بتجذب جميع الأجسام لأسفل باتجاه مركز الأرض. طيب، مجال بقى الجاذبية، الحيز اللي تؤثر فيه الجاذبية الأرضية على الأجسام المادية اللي موجودة فيه. أي جسم موجود فيه هتأثر عليه بقوة باتجاه مركز الأرض. فأي جسم داخل مجال الجاذبية الأرضية في أي حتة في كوكب الأرض على أي ارتفاع طالما جوه الكوكب أنت متأثر بقوة الجاذبية. عشان كده هو بيقول في أفلامه وفي فيديوهاتهم إن هو لما بيطلع صاروخ للفضاء بيبقى فيه حاجة اسمها صواريخ دفع. صواريخ الدفع دي بتفضل تطلع الصاروخ لغاية فوق وكده تنفصل، يشتغل مكانها صواريخ تانية فتزقه كمان شوية كده تنفصل، وكده كمان تالتة لغاية لما تخرجوا بره إيه؟ كوكب الأرض، بره الجاذبية، يبتدي يمشي بقى كده بصواريخ رابعة. طيب 4 مراحل أو 3 مراحل. طيب طب راحوا فين؟ شافوا إيه؟ صوروا إيه؟ قال لك ما طلعناش غير على القمر. وفي فيديوهات ظهرت إن هم لما طلعوا على القمر وقعدوا يقول لك الفيديو دي متفبركة وإن العالم كان بيرفرف، وإزاي العالم يرفرف في القمر والقمر ما فيهوش جاذبية أصلا. فحتى الآن مش عارفين برضه هم طلعوا القمر ولا بيشتغلوا. فيبقى مجال الجاذبية الأرضية الحيز اللي تؤثر فيه قوة الجاذبية الأرضية على الأجسام المادية موجودة فيه بقوة جذب مركز الأرض. لا، القمر مش داخل الغلاف الجوي، القمر خارج الغلاف الجوي. بيحصل قوة تجاذب بين الأرض وبين القمر، بس مش لدرجة إن الأرض تشد القمر. طيب بنشوفوه ازاي كده اهو؟ يعني ايه بنشوفوه ازاي؟ مش ده كان هو اللي هم صنعوا بقى المادة من 99% هوا. مش هو في الفيديو لما هو رش عليه نار ما جاتش على ما حصلوش حاجة. يا حبيبي دي نار عادية مش نار من بطن. اصل انت بتدافع عنهم كده ليه؟ انت قاعد تدافع عن العلماء وان هم نزلوا في بطن الارض كده، لان هو ما فيش دليل ان هو نزل بنفسه. هو المفروض ان هو اللي بعت اجهزة قاس الحرارة من بعيد كده. مستحيل هو ينزل بنفسه. نزلوا بقى ما نزلوش، احنا يعني هو بيقول لك الارض من تحت فيها حديد ونيكل. يا عم وماله حديد ونيكل وحديد ونيكل، نزل يا عم، احنا خاصين حاجه. خطوط مجال الجاذبيه الارضيه. طبعا خطوط مجال الجاذبيه الارضيه عباره عن خطوط مستقيمه كلها باتجاه مركز الارض. فبقول لك خطوط تعبر عن قوى الجاذبيه الايه؟ الارضيه، وان دايما قوى الجاذبيه الارضيه بتبقى الاسفل باتجاه مركز الايه؟ الارض. عادي، ممكن هي فعلا وهميه. زودي انت خطوط وهميه لانها فعلا خطوط وهميه. طيب
ايه بقى العوامل اللي بتؤثر على قوى الجاذبيه؟ عندنا عاملين: كتله الجسمين والمسافه بينهم. كتله الجسمين والمسافه بينهم. طيب ايه موضوع كتله الجسمين ديت؟ بيقول لك كل ما كانت كتله الجسمين كبيره كل ما كانت قوى الجاذبيه كبيره. يعني معانا الارض مشتركه، الجاذبيه بين الارض والشمس اكبر ولا من الارض والقمر؟ قال لك الارض والشمس، لان الارض والشمس الاثنين كتلتهم كبيره، فيبقى القوه الجاذبيه بينهم كبيره. بينما الارض مع القمر عشان كتلته اصغر فالجاذبيه ايه؟ اقل. نفس الكلام فامثله تانية، يعني مثلا بتلاقي بعض الرياضات زي السومو في اليابان. رياضه السومو دي بيجيبوا ناس بسم الله ما شاء الله اللي هم بيبقوا حاطين كاوتشه عربيه نقل تقريبا على بطنهم دول، ويقعد يعمل كده اهو يهبط حاجات بتلصق كده يعني خلاص، ويروحوا خابطين في بعض ويحاولوا واحد يوقع التاني بره الدايره دي. فدي القوه بتعتمد على الكتله خلاص، فبتجيب اتنين كتلتهم كبيره وده يحاول يزق ده وده يحاول يزق ده خلاص، ويقول له ايه؟ اشيله والفه ارميه خلاص. ده كتلته كبيره وده كتلته كبيره، بيبقى التصادم ما بينهم عالي كبير. يعني مثلا واحد كتلته خلاص. اقل والثاني اعلى بجامد. فكنا عايزين بقى نجيبوا اتنين منهم، واي حد ما يعملش الواجب او ما يذاكرش نروح موقفين في النص ونقول لهم احضنوا بعض وهو في النص، بلا عصايه بقى بلا وجع دماغ الله يرحمه. بس طبعا ايه مش هينفع لان الناس دي ممكن تقلب علينا احنا. فبالتالي كتله الجسمين، فبيقول لك اهو دي علاقه طرديه. ازاي علاقه طرديه؟ كل ما كانت الكتله كبيره هتبقى قوه التجاذب كبيره، وكل ما كانت الكتله صغيره هتبقى قوه التجاذب صغيره. لو الجسمين كتلتهم كبيره هتبقى قوه التجاذب ما بينهم كبيره، بينما لو الجسمين كتلتهم صغيره هتبقى قوه التجاذب ما بينهم صغيره. تخيل كده لو جبنا لعبه شد الحبل وجبنا 1000 حضانه، جبنا 10000 حضانه و10000 حضانه ولعبنا منهم حبل ايه ده، احنا هنجيب لهم دباره بقى ويلعبوا ما بينها، هتحس تقول كوتشي كوتشي ايه ده؟ فقوه التجاذب بينهم هتبقى ايه؟ اطفالي خالص قليله. لكن لو جبنا 10 بتوع كمال اجسام بعضلات والناحيه الثانيه 10 تانيين بتوع كمال اجسام بعضلات وجبنا لهم جنزير بقى حبل سفينه وقعدوا يشدوا، تقول ايه ده؟ ده قوه تجاذب فظيعه. ليه؟ الكتله هنا مع الكتله هنا كتل كبيره ودي بتزق ودي بتزق خلاص. فهيبقى قوه التجاذب كبيره لان كتله الجسمين كبيره. لو كده قومي اغسلي وشك بدل ما انت بتسقطي شبكه. لا انت بتسقطي شبكه. طيب المسافه بقى، المسافه بين الجسمين او المسافه بين مركزي الجسمين دي علاقه عكسيه. لو المسافه كبيره الجاذبيه بتبقى صغيره، طب لو المسافه صغيره الجاذبيه بتبقى كبيره. تعال ناخد مثال. العلماء قالوا على كلامهم والله اعلم ان في جاذبيه بين الشمس وعطارد. الجاذبيه بين الشمس وعطارد كبيره جدا. ليه؟ لان عطارد قريب جدا من الشمس، ويقال ان الشمس عايزه تشده ناحيتها، ولكن لو شدته ناحيتها هيسيح جواها ويختفي، فهو عشان يهرب منها بيعمل ايه؟ بيجري حواليها، بيلف حواليها بسرعه. فاكرين الالكترونات لما بتدور حوالين النواه؟ فاكر لما قلنا ضيعت 200 جنيه وابوك بيجري وراك حوالين الترابيزه؟ او نفس الكلام، ماسك الحساب وبيجري وراك، وطبعا انت لازم لو وقفت هيجيبك وهيعلقك، فبتفضل تجري ويجري وراك، تجري ويجري وراك على امل ان هو يتعب ويقعد، فتروح انت جاري على وسطك. ما يتعبش بقى. وانت راخر ما تتعبش بقى، ما انت بتبقى الادرينالين عندك عالي فبتجري وانت خايف مش هتوقف. هو غالبا ان شاء الله هيتعب الاول، يا اما حد يجي يسلك، حد يجي يجري، اي حاجه خلاص. طب دلوقتي المسافه بين الشمس وعطارد قليله فقوى الجاذبيه كبيره، عشان كده عطارد من سرعه دورانه حول الشمس زي ما العلماء قالوا السنه على عطارد ب3 شهور من بتوعنا. يعني مش السنه عندنا 12 شهر، فعطارد 3 شهور بس. ليه؟ بيلف بسرعه. مش السنه هي مده دوران الكوكب حول الشمس، ان السنه الارضيه 365 يوم، لان الارض
عشان تلف لفه حوالين الشمس بتاخد 365 يوم وربع. فعطارد بيلف بسرعه فالسنه بتاعته 3 شهور. بس ما تقولش ايه طب اروح اقضي هناك سنه يبقى 3 شهور، يا حبيبي انت مش هينفع، انت هتسيح هناك. العكس بقى، ابعد كوكب وهو نبتون، وده مقاطعه خلاص بعيد، فالمسافه مالها فيبقى قوى الجاذبيه صغيره، المسافه كبيره فالجاذبيه صغيره. يقال والله اعلم ان السنه على كوكب نبتون ب 165 سنه من بتوعنا. يعني نبتون عشان يلف لفه واحده حوالين الشمس بياخد 165 سنه، بسبب ان عشان المسافه فالجاذبيه، فالشمس مش عارفه تشده، عارفه يقول لها انا مش عارفه تشديني وماشي يتمخطر، تقول له ولا لو مسكت تقول لها انا بعيد اهوت، وقاعد يلف براحته. ليه؟ جاذبيه قليله، الشمس مش طايلاه. وطبعا بقى هنا العلماء، طبعا في بقى واحد من يعني العلماء يقول لك ايه، لو انت اتجوزت وخلفت عيل عنده سنه عنده يوم، فسبته وسافرت قعدت 6 شهور في كوكب نبتون ورجعت تلاقي ابنك ده بقى عنده 82 سنه ونص. طبعا ده خيال علمي، واللي نروح نقعد على نبتون 6 شهور من بتوعهم. طبعا ما انت لو قعدت هناك 6 شهور من بتوعهم هيبقى عدى عليك في السن 82 سنه، هتبقى مت هناك. ده لو عرفت تروح اصلا نبتون وتعيش. بس العلماء بيحبوا يعملوا الحاجات التخيليه، انت تقول ايه ده؟ يعني انا لو رحت قعدت في نبتون 6 شهور يبقى عدى هنا 82 سنه؟ طب ما انت مش هتكبر يعني هناك. بس ده مجرد كلام يعني، ويعملوا عليه افلام. يعني واحد لقيته بيقول لي لما بحكي الكلام ده، قال لي يا مستر رائد عملوا فيلم ان في راجل رائد فضاء كان عنده بنت ابتدائي اعدادي حاجه كده عندها 10 12 سنه، والمهم ان هو راح رحله في الفضاء وحصلت مشكله في سفينه الفضاء، وسفينه الفضاء دخلت مش عارف في بوابه زمنيه. المهم ان هو قعد فتره طويله في الفضاء، يعني فتره قصيره في الفضاء بس كانت طويله بالمقارنه في الارض. ولما رجع الارض لقى ان بنته اللي كان عندها 10 12 سنه بقت جد